مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. إقليم عنسبة يكمل استعداداته للمشاركة في المهرجان الوطني. نتائج ملموسة للبرامج المنفذة لتحسين الكفاءة التعليمية بالقاشبركة. إيران تطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع جهود إنقاذ الاتفاق النووي. طالبان تخطف سراس حافلات بركابها. وعمليات تطهير ضخمة في ولاية كيرالا الهندية بعد فيضانات. مرحبا بكم. احتفلت البلاد اليوم العاشر من ذي الحجة 1439 الموافق 21 من أغسطس عام 2018 بعيد الأضحى المبارك. عوض الله علينا بالخير واليمن والبركات ولوطننا بالرفاه والازدهار. المزيد في سياق التقرير التالي والزميل قاسم أحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. احتفلت البلاد اليوم العاشر من ذو الحجة 1439 هجرية الموافق 21 من أغسطس 2018 بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ولوطننا بالرفاه والازدهار. وقد أدى المسلمون في العاصمة أسمر صلاة العيد في ساحة الفاتح من سبتمبر بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلاد وآلاف المسلمين. وقال القائم بأعمال مفتي الديار الإريتري الشيخ سالم إبراهيم المختار في خطبته بعد أن قدم توضيحا مسهبا فيما يتعلق بمعنى العيد وخاصة عيد الأضحى المبارك، قال أن عيدنا في هذا اليوم هو أول عيد يظللنا بعد انبثاق فجر السلام بين بلدنا الغالي والجار الشقيق أثيوبيا بعد عقدين من عدم استقرار وبعد زوال المعوقات. من الله علينا بهذا السلام الذي يملأ الآفاق، معبرا عن أمنياته الكبيرة بأن هذا السلام يتجاوز حدود البلدين ليكون مثالا يحتذى به في حل الخلافات. إن عيدنا في هذا اليوم هو أول عيد يظللنا بعد انبثاق فجر السلام بين بلدنا الغالي والجارة الشقيقة إثيوبيا بعد عقدين من عدم استقرار وبعد زوال الحوادث. من الله علينا بهذا السلام الذي يمنع الآفات، سلام يتجاوز حدود البلدين إلى كل البلدان ليكون مثالا يحتذى به في حل الخلافات، فله الحمد في الأولى والآخرة. وهذا السلام لم يأتي إلا بعد طول معاناة. في الختام أشار الشيخ سالم إبراهيم المختار إلى أن الأعياد هي مناسبة لتأليف القلوب وللتراحم والتكافل لصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، يوم الصفاء والنقاء، يوم صلح وألفة وتواد، داعيا المسلمين إلى منح الأعمال الخيرية أهمية أكبر. وقد تبادل المسلمون بعد أداء صلاة العيد والاستماع إلى الخطبة التحايا القلبية العيدية وعبروا عن التمنيات الطيبة. أكمل إقليم عنسبة استعداداته تمهيدا للمشاركة في المهرجان الوطني المقام في الفترة من 31 من أغسطس الجاري وحتى 8 من سبتمبر المقبل. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد سراج حجي استثنائيات مهرجان هذا العام باعتباره يقام في مرحلة السلام المبشرة، مشيرا إلى أن الإقليم أكمل استعداداته في كافة البرامج التي تعكس التراث وأسلوب الحياة المعيشية والفلكلور الشعبي والزي التقليدي وغيرها من البرامج. كما قال الأستاذ جعفر صالح رئيس لجنة الرقصات الشعبية والمعدات التراثية إننا قمنا باستعدادات كاملة، وذكر في الوقت ذاته بأن أكثر من 20 لحنا ورقصات التجري والبيلين تعتبر جزءا من محتويات البرامج الموضوعة، موضحا بأن أكثر المستعدين للمنافسة هم من فئة الشباب مما يضفي روعة على برامج المهرجان.
بدوره قال مخرج الرقصات والفلكلور الشعبي السيد سهية دبساي إنه ورغم أن تسيير الأنشطة بالدمج بين الثقافة التراثية والعصرية يتطلب وقتا كافيا، إلا أنه بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات والاهتمام الاستثنائي للراقصين وإداريهم تم إنجاز برامج تنافسية راقية. ويشتمل المهرجان الوطني لهذا العام على قرية للحياة المعيشية والمباني التراثية والفلكلور الشعبي وآلات موسيقية، إضافة إلى عرض للآثار وغيرها، وينتظم تحت عنوان السلام للتطور المستدام. صرح مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاش بركة السيد محمد علي إبراهيم بأن البرامج المنفذة عبر مراحل والتغييرات الحديثة ظلت تحقق نتائج ملموسة. وأوضح السيد محمد علي في الاجتماع التقييمي الذي انتظم في 14 و15 من أغسطس الجاري في مدينة بارنتو، وشارك فيه مدراء المدارس والمشرفون التربويين ومسؤولي مكاتب التعليم في المديريات للحد من القصور والنواقص التي كانت تواجه وضع خطة وإدارة ميزانية أسبوع الطلاب المتمثلة في الأنشطة الرياضية والثقافية. وذكر بأن وزارة التعليم وإدراكا منها لأهمية الأسبوع الطلابي الكبيرة والذي يحتوي على الأنشطة الرياضية والثقافية كانت تعمل لتطويره إلى جانب أنشطة التعليم الأكاديمي، داعيا إلى تفعيل البرنامج بسبل تدريسية موجهة للطلاب مما يعكس قدرات الطلاب وينميها. كما ذكر مسؤول الإدارة والمالية للفرع السيد ستيفانوس هابتازين بضرورة تخصيص الميزانية للأسبوع الطلابي الرياضي والثقافي وضعا في الاعتبار البرامج المنتظمة، مذكرا المدارس لاتباع الاستفادة الجيدة من الميزانية والعمل بإعطاء العملية التعليمية الأولوية واتباع عملية تنفيذ البرامج الفعالة المخططة. من جانبه قدم مسؤول وحدة الخطط والبحوث والدورات الأستاذ حيلاب هابتاي تقرير مفصل حول تعزيز الكفاءة التعليمية مع الجهود الجارية لتقوية نتائج ومساهمة الطلاب ترتبط مع البنية التحتية للمدارس والتسهيلات، مناشدا إلى إعطاء صيانة المدارس واكتمال النواقص من التسهيلات أهمية كبرى. ذكر شرطة الإقليم والأوسط الشعبي إلى تعزيز دوره ومعارفه القانونية وزيادة تعاونه من أجل مكافحة الجرائم والحوادث المرورية. وفي اللقاء الذي أجراه قائد شرطة المركز الرابع في الإقليم والملازم أنغوسوم أبراهام مع سكان مديرية الإتصالات، أوضح بأن علاقة الشرطة وشركائها القوية إضافة إلى إيصال المعلومات في أوانها يلعب دورا كبيرا في ضمان الأمن البيئي، داعيا المجتمع وخاصة الآباء إلى بذل جهود حسيسة لتنشئة وتربية أبنائهم على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. من جانبها أوضحت مديرية الاتصالات السيدة دهب أباي الأنشطة التي سيرت خلال 6 أشهر ماضية، مناشدة الشعب إلى تعزيز واستمرارية إسهاماته مع مرحلة السلام المبشرة. وذكرت السيدة دهب بأن الشرطة لن تستطيع إنجاز أعمال فعالة دون تعاون الشعب الفاعلة، داعية المواطنين إلى تعزيز تعاونهم في تقديم المعلومات الآنية والسريعة. كما أشار المشاركون إلى جاهزيتهم لإنجاز البرامج الموضوعة في مديرياتهم، مطالبين باستمرارية السمينارات والندوات المنتظمة لرفع معرفة وفهم السكان القانونية. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. حثت إيران أوروبا على تسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي. وتسارع الدول الأوروبية لضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالاستمرار في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه وحديث ترامب عن أنه اتفاق معيب للغاية. وتقول القوى الأوروبية والصين وروسيا إنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على الاستمرار في أنشطتها مع إيران، لكن التهديد بعقوبات أمريكية دفعت العديد من الشركات الكبيرة للانسحاب من إيران. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنا إن توتال الفرنسية انسحبت رسميا من عقد لتطوير مشروع بارس الجنوبي للغاز، ولم يصدر أي تعليق فوري من توتال التي وقعت الاتفاق في عام 2017 باستثمار مبدئي بمليار دولار. وكان مسؤولون إيرانيون أشاروا في وقت سابق إلى أن CNBC الصينية المملوكة للحكومة ربما تستحوذ على حصة توتال في المشروع البحري.
أعلن مسؤولون أفغان أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير 149 شخصا بينهم نساء وأطفال كانوا قد اختطفوا من قبل حركة طالبان في إقليم قندوز الشمالي. وقال النائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن المسلحين ما زالوا يحتجزون 21 شخصا آخرين كرهائن لديهم، وذلك بعد أن نصبوا كمينا لقافلة من الحافلات كانت تسير في منطقة خان أباد. وأضاف رحيمي أن عملية الإنقاذ التي نفذتها قوات الأمن قتل فيها حتى الآن ما لا يقل عن 7 من عناصر حركة طالبان. ويأتي الحادث بعد يوم واحد من عرض الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار. وأصدر الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني لاحقا أوامره للقوات المسلحة الأفغانية بمواصلة إجراء عملياتهم ضد المسلحين لحين تلقي رد إيجابي من حركة طالبان بخصوص وقف إطلاق النار. تستعد السلطات الصحية في الهند لاحتمال تفشي الأمراض في ولاية كيرالا التي ضربتها الفيضانات، فيما انحصرت المياه وبدأت عمليات تطهير ضخمة بعد مقتل أكثر من 200 شخص في أسوأ فيضانات في قرن. وتسبب هطول الأمطار المتواصل منذ 8 أغسطس في الولاية التي تقع في جنوب البلاد تسبب في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار ووقوع انهيارات أرضية. وقال مسؤول الولاية إن هناك العشرات من المفقودين، فيما لجأ نحو مليون لآلاف من المخيمات القسام. وزادت معدلات هطول الأمطار على الولاية هذا العام في موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر بنسبة 40% عن المعتاد، وأجبرت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام العشرة الماضية أجبرت السلطات على فتح بوابات عشرات السدود التي امتلأت بدرجة تنذر بالخطر، مما أدى لارتفاع مناسيب المياه في الأنهار والفيضانات. وبعيدا عن أخبار السياسة والكوارث، تمكن طالب من جورجيا من حل 6 مكعبات روبيك في نفس واحد تحت الماء في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس. ونزل فاكو ماركلاشفيل في حوض زجاجي مملوء بالماء لمدة دقيقة و44 ثانية و25 جزءا من الثانية، قام خلالها بتدوير جوانب مكعبات روبيك بسرعة فائقة لحلها أمام حشد من المتفرجين في حديقة جينو. وقال الطالب إنه استعد لخوض هذا التحدي لمدة 6 أشهر تدرب خلالها عدة ساعات يوميا. وأصدرت رابطة الأرقام القياسية في جورجيا شهادة تؤكد النتيجة التي حققها ماركلاشفيل بعد أن شاهدت محاولته، وسترسل أدلتها لمقر موسوعة جينيس للتحقق منها. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير.